زعلانين مني لأني قلت المجتمع المسيحي والطائفة المسيحية هي أنظف خلق الله. حنا نتكلم بالحقائق والإثباتات. هذه الطائفة وهذا المجتمع هو رقي الشرق الأوسط، هو ماسة الشرق الأوسط، هم أنظف خلق الله في الشرق الأوسط. روحوا على أماكنهم في كل مكان، روح على لبنان شوف شوارعهم، شوف بيوتهم، الناس بينهم بين بعض ما بيهم حقد، ما بيهم غيرة، يتمنون الخير لكل الناس. عمرنا ما شفنا انظلم أي شخص عندهم، وشو ما كان ديانته، سني شيعي درزي علوي، أي واحد بده الأمان بيطلع عند الطائفة المسيحية، عند المجتمع المسيحي. جماعة بتعاملوا برقي، أولادهم أحسن من ربى، مناصبهم أحسن مناصب، ماسكين أماكن مبنية على الصدق والخلق، وما بي واحد من أي طائفة اشتكى منهم، بل الناس ترفع راسهم بيهم. حتى الناس في المجتمعات الثانية والطوائف الثانية من بده يطلع يشوف الجمال أو جمال البلد اللي عايشين بيها، يطلع على أماكن المسيحية في مصر، بالأردن، بالعراق، بكل البلاد اللي موجودة بيهم هذه الطائفة. زعلوا قالوا لي أنت منك مسلم أو أنت تشتغل لحساب. لا، أنا مسلم وارفع راسي بالمجتمع المسيحي والطائفة المسيحية، لأن هذه حقيقة. أنا بدي أقول لكم يا عرب، سلموهم مناصب أكبر من هيك، سلموهم وشوفوا الدنيا كيف تتغير والمجتمع كيف يتطور. وزمانات لهم تاريخ الكلدان والإمبراطورية البابلية، ولا نسيتم؟ وأنا بعمل لله. والسلام.